عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدين قناة جسر الأمل في كل مكان. فاكرين الراجل الجدع ده، عم ربيع، الراجل البسيط اللي أول ما شاف قافلة مساعدات رايحة عند حبايبنا في غزة ما فكرش ولا ثانية، راح واخد برتقال من اللي بيبيعه ورماها على العربيات وهو بيضحك. كان بيقول خدوا من خيرنا، ده أقل واجب. البرتقال ده يمكن كان أكل عيشه، يمكن كان مكسب يوم كامل، لكن قلبه ما حسبهاش بالحساب دي، حسبها بحسبة الرجولة والجدعنة. ما قالش واحنا مالنا، ولا قال احنا اللي محتاجين، ولا فضل يشتكي زي ناس كتير. هو تصرف تلقائي نابع من ضمير صاحي وراجل صعيدي جدع، وده هو المصري الأصيل اللي تربينا على صورته. المصري اللي لو شاف حد محتاج يقوم يساعده حتى لو هو نفسه محتاج. بس في نفس الوقت تلاقي واحد تاني قاعد ورا الكوبورد مش عاجبه حاجة، ولا عاجبه الناس اللي بتتبرع، ولا عاجبه البلد، ولا عاجبه حتى اننا نحس بغيرنا. عامل فيها المثقف الكبير وبيكتب بمنتهى الفخر مش هتبرع لغزة. طيب يا سيدي، هو انت فاكر التبرع لغزة نزاهة ولا استعراض وطنية؟ ده يا سادة واجب إنساني قبل ما يكون ديني وقبل ما يكون سياسي. ويا ريت الناس تفهم ان اعادة اعمار غزة ده مش تبرع، ده مسؤولية مشتركة، لان اللي بيحصل هناك مش بعيد عننا، ده امن قومي لمصر نفسها. استقرار غزة مش استقرار حدودنا، وده مش استقرار حدودنا بس، ده استقرار كل حاجة، وكل جرح هناك بيوجعنا احنا كمان. والاهل الخليجي الاشقاء هناك احنا نعرف تاريخ الخير اللي بينا، ونعرف ان دول الخليج عندها القدرة والامكانية. مش بندعوكم كجيران، لا، احنا بندعوكم كاخوة. قوموا وشاركوا وادعموا اعمار غزة، مش بالكلام، لا، بالفعل. مش محتاجين بيانات تضامن مع غزة، عايزين خطوات حقيقية تريح الناس اللي بتموت كل يوم من الجوع والبرد، والناس اللي ماتت تحت البيوت اللي اتهدت، العائلات اللي انتهت. اللي اتقال قبل كده واللي بيتقال دلوقتي تصريحات عن التضامن، تعهدات عن الدعم، وعود عن الإعمار، كل ده جميل جدا، بس الأجمل إننا نشوف التنفيذ مش الكلام. الغريب إن اللي بيرفض التبرع هو نفسه اللي ما بيساعدش حتى جاره. مش ضد غزة، هو ضد معنى الخير، وبيحاول يثبت انه جامد بالكلام لكن في الفعل صفر. انا مش بزعل منهم، بالعكس بشكرهم. ليه بشكرهم؟ لانهم بيخلونا نعرف مين الجدع ومين المزيف، مين اللي قلبه حي ومين اللي ضميره نائم.
عم ربيع عنده قلب بيدق بالخير، وهم عندهم كيبورد بيكتب غل. عم ربيع علمنا درس الجدعنة مش بالفلوس، الجدعنة بالموقف. مش مهم تدي كام، المهم ان قلبك لسه بيحس. مصر عمرها ما اتأخرت عن حد، دايما في الصف اللي فيه كرامة وإنسانية. وأهل الخليج كمان التاريخ بيكتب مين واقف ومين اتفرج. نفذوا اللي وعدتوا بيه، سيبوا الأفعال تتكلم بدل البيانات. وفي النهاية يا سادة، مش كل اللي بيحط بوست وطني، ومش كل اللي ساكت معناه انه مش بيحب بلده. الوطنية مش بالكلام، الوطنية فعل وموقف ومروءة. وعم ربيع علم ناس كتير درس من غير ما يتكلم. علمهم ان الجدعنة بالنية مش بالشياكة ولا بالكلام الكبير. فلو مش قادر تدي ماشي، محدش جبرك، بس بالله عليك ما تطفش الناس اللي بتعمل خير. سيب الخير يمشي حتى لو انت مش ماشي معاه. غزة مش بعيد عننا، دي جرح الأمة كلها. دول اخواتنا، ودورنا كلنا مصريين وخلايجة وعرب اننا نحس ونساعد ونفكر قبل ما نتكلم، علشان لما التاريخ يكتب يقول اننا كنا صف الإنسانية مش ضدها. دعم غزة واجب على الجميع، ولازم كلنا نقف وندعم حتى لو بكلمة، ندعم حتى لو بدعوة، ندعم بكل ما نمتلك. الناس دي من حقها بعد الخراب اللي هم فيه، من حقهم ان هم يعيشوا عيشة كريمة، وتعيش العرب أمة واحدة متماسكة، أمة إنسانية. تعيش العرب في البناء الحقيقي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.